ازيك يا صديقي؟ مبدئيا كده صلي على سيدنا محمد وادعي لاخواتنا وما تنساش تحط اللايك والاشتراك ويلا بينا. التشكيل الامثل لمباراة انتر ميامي. مبدئيا كده كان الأهلي كان لاعب باتشوكا مباراة ودية استعدادية لبطولة كأس العالم، المباراة اللي انتهت 1-1 والفوز لباتشوكا بضربات الجزاء بنتيجة 5-3. المباراة اللي كانت يعني الأهلي كان بيلعب فيها بشكل مش كويس، كانش بيطلع بالكورة بشكل أحسن حاجة في الشوط الأولاني. طبعا الشوط الأولاني كان الأهلي كان أداء كارثي، كان هجوم سيء، دفاع سيء، غلطات كثيرة من الدفاع، منهم أشرف داري ومنهم رنا عطية ومنهم محمد علي بن رمضان في الجانب الدفاعي ومصطفى العش. طبعا بدأ الشوط الثاني الأهلي كان بدل وغير التشكيلة خالص والشكل اتحسن أكتر هجوميا واتحسن كمان دفاعيا، والأهلي نجح إنه يسجل في الدقيقة 50 عن طريق تريزيجيه. لكن ده مش موضوعنا النهارده، إن أنا هقول لك إيه تشكيلة الأهلي الأحسن إن نبدأ بيها قدام إنتر ميامي. مبدئيا كده في حراسة المرمى محمد الشناوي، ليه مش مصطفى شوبير؟ عشان المباراة دي بتبقى عايزة خبرة كبيرة، بتبقى عايزة تمرس على البطولات، فمصطفى شوبير ما تضمنش ممكن يقدم مباراة عمره، ممكن يعمل مستوى مش أحسن حاجة، بالذات إن محمد الشناوي شخصية قيادية فهيعرف يمشي خط الدفاع ويعرف يمشي الفريق بشكل كويس جدا. نبدأ بقى بالرباعي الدفاعي. على اليمين محمد هاني، قلبين دفاع مكونين من ياسر إبراهيم، أحمد رمضان بيكهام اللي فاجئنا الصراحة في مباراة باتشوكا، عمل أداء كويس جدا دفاعيا وكان بيطلع بكورة بشكل مميز. والباك الشمال هو اللاعب أنا أفضل يبدأ بيه كريم الدبيس، لأن نبيل كوكا دفاعي أكتر، دبيس ممكن يخرجك من دفاع للهجوم، ماشي، فأنا أفضل الدبيس أحسن من كوكا، لأن كوكا الفترة دي مهزوز شوية. نخش بقى نص الملعب، والثلاثي بتاع نص الملعب هم بالنسبة لي أليو ديانج، حمدي فتحي، إمام عاشور. حد يقول لي فين محمد علي بن رمضان؟ انا بقول لك اهم حاجه تقفل نص الملعب. انا شرحت قبل كده في اخر حلقه ان انتر ميامي بيشوطوا كتير من بره، بيلعبوا الكور الطوليه من بره، برضه الكور اللي هي اللوب باس اللي بتوصل لميسي، او ميسي هو اللي بيعملها، او ميسي بيشوط من بره، بيعمل سيروهات كتير في العمق، فانت محتاج اتنين يقفلوا العمق، مش محمد علي بن رمضان 8 امام 8، لا، محتاج امام ان انت تديله حريه حركه اكتر هجوم في الهجوم عشان تعمل مرتده بشكل كويس، ومحتاج برضه تقفل العمق بالنسبه لي بحمدي فتحي واليو ديانج. اليو ديانج ديستروير، وحمدي فتحي يعرف يطلع لك بالكوره بشكل كويس جدا. نيجي بقى للثلاثي الهجومي، وهم على اليمين زيزو، على الشمال تريزيجيه، وراس الحربة بقى هنا في جدال، لأن يعني مع إصابة جراديشار وعودة وسام أبو علي، لكن المشكلة لو وسام أبو علي هيرجع قبل الماتش 48 ساعة بس، يعني مش هيكون مؤهل بنسبة 100% إنه يلعب، فبنسبة كبيرة ممكن المدرب يعني يحطه على الاحتياط وما يلعبش بيه في المباراة. لكن أنا توقعي الشخصي إنه هيبدأ، لكن مش هيبقى أجهز حاجة، بس برضه أنت ما عندكش غيره، فأنا شايف أحسن إن أنت تلعب بوسام أبو علي، ماشي، هو هيبقى مجهد شوية، مش هيبقى جاهز 100%، لكن برضه أنت ما عندكش غيره، كان لازم الأهلي يدعم براس حربة تالت احتياطيًا زي محمد شريف مثلًا اللي يرجع، لكن ده ما حصلش، ويعني تبدأ بيه فعلًا في الشوط الأولاني. الشوط التاني ممكن تطلّع بقى وسام أبو علي مثلًا لو اتقدمت جبت جون، وتحوّل التشكيلة ل4-4-2 وتخلّي قدّام وتنزّل مثلًا حسين الشحات في الشوط التاني جنب مثلًا طاهر، وتخلّيهم هُم الاتنين راسات حربة، أو حسين الشحات وبن شرقي، وترجّع زيزو تخلّيه وينج باك يمين، وترجّع تريزيجيه تخلّيه وينج باك شمال لو أنت اتقدمت في الشوط الأول. وده كان بالنسبة لي دي تشكيلة الأهلي الأمثل إنه يبدأ بيها. وقررنا نكرر المباراة هي MBC أكشن، المباراة يوم الأحد الساعة 3 صباح الأحد يعني، وإن شاء الله الأهلي يعمل نتيجة كويسة ويخرج بفوز. إنتر ميامي مش فريق صعب، فريق يعني سهل لو قفلت عليه مفاتيح لعبه. وبس دي كانت نهاية الحلقة. قول لنا رأيك في التعليقات، وقول لنا برضو إيه التشكيل اللي أنت شايف الأهلي إنه يبدأ بيه، والسلام.